انا عايز بس قبل ما نتناقش مع الاستاذ مصطفى الجويسي استاذ عمر ايوبي اقول لكم بعض الكواليس المهمه. النهارده رغم ان الجهاز الفني بالكامل رحل، لكن ولاد النادي ورغم ان اللعيبه عرفت خلاص ان الجهاز مشي، لكن ولاد النادي ما سابوش النادي. كابتن اسماعيل يوسف كان موجود النهارده مدير الكوره، كابتن حسين ياسر محمدي، كابتن احمد عبد المقصود، كابتن ايمن طاهر، كابتن لوكا اللي هو علاء رجب مدرب الاحمال، كله كان متواجد عشان يدرب الفريق رغم رحيلهم، ودول ولاد النادي. كمان معلومه مهمه جدا ان امير مرتضى منصور توصل لاتفاق مع مستر فيريرا على الرحيل بدون اي شرط جزائي، وده يحسب لامير ويحسب لمستر فيريرا المدير الفني المحترم اللي اختار جمهور الزمالك وعلاقته بالمستشار مرتضى وامير على الفلوس. تاني، امير توصل لاتفاق مع مستر فيريرا، وفي مستر فيريرا ما جاش النهارده وعرف خلاص ان هو رحل مستر فيريرا، وبالتالي كمان تنازل عن الشرط الجزائي. معلوماتي انه تنازل عن الشرط الجزائي بعد ما عمل جلسه مع امير مرتضى منصور، واشترى خاطر جمهور الزمالك وعلاقته بامير العلاقه الطيبه الممتده، وعلاقته برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. انتوا عارفين من فتره كان اهدى الفوز في ماتش الترجي للمستشار مرتضى منصور، وكان دايما شايف امير شخص ناجح في عمله وكده، وده شيء لابد انه يقدر، لان مش اي اجنبي بيتنازل عن الشرط الجزائي على فكره. وده في اخر مشواره التدريبي بعد وصوله لسن 77 سنه، عنده علاقه خاصه بجمهور نادي الزمالك وبنادي الزمالك وبرئيسه وبامير مرتضى منصور، علاقه محترمه. فدي المعلومه. كمان المعلومه الثانيه ان قد يقود نادي الزمالك فيما هو قادم لمده شهرين ثلاثه جاي الكابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال قد يقود نادي الزمالك فيما هو قادم لمده 3 شهور الى حين التوصل لاتفاق مع مدير فني اجنبي. لو انت بتتكلم دلوقتي عشان تجيب مدير فني اجنبي حالا دلوقتي، عشان تجيب واحد قاعد على القهوه يعني، لابد ان يكون في دراسه وتأني فيما هو قادم. كمان كابتن خالد جلال ابن من ابناء النادي، وكابتن خالد جلال من الشخصيات اللي بتعمل علاقه طيبه مع اللاعب، يعني بيكون في ود وتواصل كده مع اللاعب، بجانب ايضا ان هو مدرب كبير وعنده يعني كوتش بيعرف يحط فرقه، بيعرف يغير، وكمان هو دارس الدوري المصري وكان من فتره قريبه جدا بيدرب البنك الاهلي. الكلام ده مش مؤكد بنسبه 100%، لكن انا بقول لكم قد يكون خالد جلال هو المدرب المصري القادم. قد يكون ايه الاقرب لمده 3-4 شهور الى حين نهايه الموسم، وان الاتجاه في الموسم الجديد ان يكون هناك مدربا كبيرا اجنبي مش مصري. استاذ مصطفى، الاول بس انا عايز اصحح معلومه للدكتور عصام اللي كان موجود مع حضرتك في الفقره اللي بتتكلم. الصفحه الرسميه لنادي الزمالك مش 2 مليون. الصفحه الرسميه لنادي الزمالك بيشرف عليها زميلنا المحترم الخلوق احمد مخلوف 7 مليون، يعني 7 مليون الصفحه الرسميه. الصفحه الرسميه مش صفحه المستشار. لا الصفحه انا عارف صفحه المستشار عليها ملايين برضه. لا ملايين. صفحه المستشار دي حاجه ثانيه خالص، لكن الصفحه الرسميه بتاع نادي الزمالك عليها 7 مليون، واحمد مخلوف قايم بمجهود كبير جدا طبعا يعني مش زي معلش يعني اصل انا اتخضيت برضه وقال لي ان صفحه الزمالك عليها 2 مليون وشويه، فعلا 2 مليون و400 صفحه الزمالك، صفحه قناه الزمالك. وقال لي ان صفحه ان الموقع النادي مليون وشويه، وده غلط. لا هي الصفحه الرسميه بتاع النادي، الصفحه الرسميه اللي هي المعتمده اللي بينزل عليها الشغل الرسمي. ويمكن في تعاون كبير جدا مع الاستاذ امير مرتضى منصور مشرف على الكره، وعنده فكر عالي جدا، فهو دايما بيمدنا بافكار كويسه جدا. فالصفحه عليها حوالي 7 مليون، يعني 7 مليون. ويمكن من الصفحات اللي هي المعتمده رسميا، من الصفحات الكبيره جدا يعني. تمام. عايز اتكلم طبعا على
مستر فيريرا طبعا علاقته جيده جدا بامير مرتضى والمستشار مرتضى منصور في الفتره اللي فاتت، لان هو الراجل لما رجع تاني يعني لما عرض عليه، لما فكر انه يرجع تاني كان في ترحيب سواء من المستشار مرتضى او مجلس اداره او من امير او من اللعيبه. فالعلاقه هي علاقه وطيده وعلاقه حميمه. ف يعني كان متوقع منه ان هو ما يكونش طبعا زي ما بعض الصفحات كتبت او بعض المواقع كتبت ان مستر فيريرا يرفض التنازل عن يورو واحد. يعني في حد كده قال لك ان هو مش فعلا يعني في ناس في ناس كتبت قالت ان هو مستر فيريرا ناس محسوب على الزمالك يعني؟ محسوب على الزمالك، يقول لك ان هو بيرفض التنازل عن يورو واحد فقط من مستحقاته. فثبت النهارده بالدليل القاطع طبعا ان العلاقه الحميمه والعلاقه الوطيده سواء مع المستشار مرتضى او سواء مع امير او سواء مع اللعيبه او سواء مع جمهور نادي الزمالك وحبه لمستر فيريرا وتشجيعه مستر فيريرا ووقوفه مع مستر فيريرا، ثبت ان هذا الرجل يعشق نادي الزمالك. والموقف اللي هو عمله ده موقف يحترم وموقف بنقدره كتير جدا وبيقدره جمهور الزمالك. على فكره هو بقى له اكتر من شهرين ما خدش مرتبه، فهو طبعا عشان الناس تعرف برضه بالظبط. لا هو الراجل هو عارف الازمه اللي فيها النادي وموضوع الدولار وكده، والراجل متحمل على فكره. هو عشان هو بيحب الزمالك. هو الراجل طبعا يمكن في ناس دايما تقول لك ده في مشاكل، ده الراجل علاقته وحشه بالمستشار مرتضى وعلاقته وحشه بمجلس الاداره وعلاقته بالعكس كل الكلام ده. هو الراجل ما بيحبش يتكلم دايما يعني بدليل ان هو في بعد ماتش الترجي طلع اهدى الفوز للمستشار مرتضى منصور في محبسه. ويمكن الكلام ده برضك ما عجبش الناس، يعني كل حاجه ما بتعجبش الناس. يعني الراجل يبقى علاقته كويسه بالناس يبقى وحش، لو علاقته برضك وحشه بالناس يبقى وحش برضك. فاحنا بنشكره على هذا الموقف، وده يمكن هيحقق نوع من الاستقرار في الفتره الجايه. يمكن المجلس شغال في خلال الايام اللي فاتت دي عمل كذا جلسه وديه مش جلسه رسميه حتى الان. لم يعقد مجلس اداره اجتماع رسمي حتى الان، ولكن هناك مشاورات ما بينهم وبين المستشار مرتضى منصور وامير وغيره بحيث ان هم يستقروا. وانا شايف ان الاسم اللي حضرتك عرضته اسم الكابتن خالد جلال اسم طبعا عظيم جدا، ابن من ابناء النادي، تولى المسؤوليه عده مرات ويمكن حقق بطوله كاس مصر. اعتقد هيكون تولي المسؤوليه بعد ماتش البنك الاهلي على اساس ان الكابتن اسماعيل، كابتن احمد مقصود، كابتن حسين ياسر، كابتن ايمن طاهر، كابتن لوكا هم اللي يمسكوا الفرقه الايام اللي جايه دي الى حين التوصل للمدير الفني والاعلان عنه. وخصوصا ان يوم الاحد يوم ماتش البنك الاهلي هيشهد خروج المستشار مرتضى منصور ان شاء الله. انا عايز برضك اشيد برضك بكابتن اسماعيل يوسف واحمد عبد المقصود والكابتن حسين ياسر محمدي والكابتن ايمن طاهر. بشيد بيهم ان هم دول ولاد النادي. هم عرفوا النهارده ان هم مش موجودين مثلا. بالظبط. يمكن احتمال الكابتن ايمن طاهر طبعا هيكون موجود بنسبه يمكن 99% طبعا، لان الكابتن ايمن طاهر قبل كده اشتغل مدرب حراس يعني مدرب حراس واشتغل قبل كده مع الكابتن خالد جلال قبل كده. ولكن هم يحسب ليهم النهارده ان هم تواجدوا النهارده، ان هم لموا اللعيبه كلها يد واحده، تكاتفوا النهارده. يمكن في برضك يعني رجع شيكابالا كان موجود النهارده، عبد الشافي بدا خلاص الحمد لله. كان طلعت اشاعات على شيكا يعني الناس اللي اتكلمت عنه وقالت ده تسمم مش تسمم في الدم و36%، كل الكلام ده الراجل رجع النهارده والنهارده كان بيتدرب عادي جدا الحمد لله رب العالمين مع الفرقه. فانا بوجه الشكر للجهاز الفني اللي موجود، الجهاز الفني المعاون الموجود دلوقتي اللي هو يتحمل مسؤوليه وممكن يتحمل مسؤوليه في مباراه البنك الاهلي القادم.